السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، فيديو جديد بخصوص القضية ديال وفاة تيك توكر سلمى اللي كيقولوا الناس بأنها توفات نتيجة لمضاعفات وقعات بسبب إجراءها العملية ديال تكميم المعدة ولا ديال تغيير المسار اللي كانت قامت بإجراءها بتركيا عند الملقب إعلاميا بصوفيا طالوني، ولا اللي معروف الآن بنوفل موسى، بعد ما بقاش يعني متحول جنسي ورجع للحالة الطبيعية ديالو. إذا بعد ما كثر القيل والقال والكل كان كيتسنى في الرد ديال نوفل موسى، خصوصا ان الاتهامات توجهت ليه بانه هو السبب في الوفاه اثر يعني وقوع مضاعفات لسلمى نتيجه العمليه اللي جراتها عنده. فها هو الاخير يخرج عن صمته وخرج يعني بستوري اللي اول حاجه بعدا يعني نعفيه هاد الفتاه، وذكر يعني لاح الخبر ديال الوفاه ديالها، وقال الله يرحمها ويصبر الاهل ديالها، ويعني قدم التعازي للاسره ديالها. واكثر من ذلك، فبسبب كيف ما قلنا يعني كثره القيل والقال، نشر هذا الاخير نوفل موسى نشر تقرير طبي اللي اشنو فيه انه هذا التقرير الطبي دار في شهر ابريل من قبل دكتور كاين في المغرب. هذا التقرير الطبي اللي تبت من خلاله هذا الدكتور انه سبب المرض ديال سلمى ما عندوش علاقه بسبب يعني ولا بالعمليه ديال تكميم المعده. تقرير طبي دار في شهر ابريل من دكتور كاين في المغرب، ثبت من خلاله هذا الطبيب ان يعني المرض ديال سلمى ما عندوش علاقه نهائيا بسبب يعني بالعمليه ديال تكميم المعده اللي قامت بها تركيا. هذا التقرير اللي كاين بتاريخ 4 شهر 4 2025 جاء بعد ما ظهروا مضاعفات على سلمى، وخرج الزوج ديال هذه الاخيره وقال بانه يعني المضاعفات جاو بسبب هذه العمليه اللي دارتها، وكان يعني عاير هذا نوفل موسى بالرغم انه قدم له يعني هذه المساعده. كيف ما كيقول هذا الاخير اللي هو نوفل موسى، قال بانه تكلف له بالاجراءات، تكلف له بجميع المصاريف ديال العلاج وديال الرحله وما الى ذلك من الامور اللي دارت في تركيا. لكن من يظهروا المضاعفات غادي يخرج الزوج ديال سلمى وغادي يبدا يسب في نوفل موسى. اذا هذا الاخير كيف ما قلنا نشر في ستوري تقرير طبي اللي فيه الكاشي ديال الطبيب، فيه كل شيء، يعني فيه السميه ديال الطبيب وما الى ذلك. فهذا التقرير الطبي مكتوب فيه بانه المرض اللي عند سلمى ولا اللي كان وقع لسلمى قبل الوفاه ديالها ما عندوش نهائيا علاقه بعمليه تكميم المعده. اذا الى تم فتح تحقيق فراه الجهات المختصه هي اللي عندها الحق، وهي اللي غتعرف واش فعلا هاد المضاعفات جاو نتيجه هاد العمليه اللي قامت بها في تركيا، ام ان هاد المضاعفات عندها علاقه بمرض اخر غير المضاعفات ديال عمليه تكميم المعده ولا عمليه تغيير المسار كيف ما كيقول الزوج ديال سلمى. اذا هاد الشيء اللي كاين بخصوص الواقعه الحدود اللحظات. باقي ما خرجش نوفل بشي فيديو اللي غادي يهضر فيه ولا غادي يشرح فيه اكثر، وانما نشر فقط هاد السطوريات اللي فيهم تقرير طبي، وقدم كذلك من خلالهم العزاء للعائله ديال سلمى ودعا لها بالرحمه والمغفره. اذا لنا عوده في الموضوع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.